تصدق رجل بدرهم في 10 رمضان وآخر بدرهم في 10 ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الأول اللي في رمضان. طيب الثاني اللي في 10 ذي الحجة. طيب اسأل. تنازع رجلان عندنا الآن، أحدهما يقول اللي يتصدق في 10 ذي رمضان، والثاني يقول يتصدق في 10 ذي الحجة. إلى من نرجع؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. رددناه إلى الرسول وجدناه يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إذن أيهما المصيب؟ من قال الذي تصدق في 10 الحجة أفضل. أسمعت يا أخي؟ بارك الله فيك. طيب رجل صلى ركعتين في 10 رمضان وآخر صلى ركعتين في 10 ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. والله هذا غريب على العوام، غريب على العوام. كيف تجعل العمل الصالح في 10 ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في 10 رمضان؟ هذا غريب على العوام، لكنه ليس غريبا على أهل العلم. ولهذا أقول إنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للعامة أن العمل الصالح في 10 ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أي وقت كان، وهذا مجهول للعوام لأنهم لا يذكرون به إلا قليلا. طيب رجل قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في 10 ذي الحجة، وآخر قالها في 10 رمضان، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الأول. أي نعم الأول. وعلى هذا فقس. ومن ذلك أيضا بر الوالدين.